مرحبا، رح أعمل معكم الدحدح أو في ناس بيسموها الحجازية. طريقة كتير سهلة ويلا نشوف الطريقة. أول شي بحتاج ل4 كاسات من السميد الناعم. طبعا رح أستعمل نفس الكاسة في كل المقادير، وكاسة من الطحين، وكاسة من السكر، وكاسة من الحليب البودرة أضفت. طبعا عندي هون معلقة من الخميرة الفورية، أضفت ما يعادل معلقة كبيرة من البيكنج باودر، أضفت ربع معلقة من العصفر حتى يعطيني لون، وذرة من الملح. حركت كل النواشف مع بعض، دمجتهم كتير كويس بالمعلقة. راح أضيف هلأ عليهم السوائل اللي هو عبارة عن السمنة، وهي كاستين. طبعا بعد ما أضفت السمنة حركتهم شوية بالمعلقة، راح كمل هلأ بسهم بإيدي، بسيتهم وصاروا عندي هيك مثل الرمل مثل ما انتم شايفين. راح أضيف هلأ كاسة من الحليب. طبعا هاي الكاسة ما راح أضيفها مرة واحدة، بضيف شوي وبعجن، وإذا احتجتوا ممكن تضيفوا شوية حليب لتكملوا العجينة. هيك عجينتنا صارت جاهزة. نيجي هلأ لتحضير الحشوة. بحتاج للحشوة كاستين من السميد الناعم، وكاسة من السكر، و3 معالق قرفة. حركتهم كتير كويس مع بعض ليندمجوا مع بعض. أضفت هون جوز عين الجمل وجوز هند. أنا أضفتهم لأنهم كانوا عندي مع بعض، يعني كنت عاملهم حشوة للقطايف، بس هو يفضل إنه جوز عين الجمل لوحده أطيب. وأضفت معلقتين من السمنة. وراح أضيف هلأ نص كاسة من القطر. طبعا لازم يكون شوية دافي القطر حتى تتفتح حبات السميد. بضيف القطر شوي شوي وببلش أفرك فيهم نفس الشي مثل الرمل. ما بدي اياهم يكونوا معجنين، لا، منثورين نثر. هاي صارت عندي الحشوة جاهزة والعجينة جاهزة. عندي هذا الصدر، حطيت شوية زيت نباتي ودهنتهم على الصدر. رح اخذ هلأ نص العجينة واوزعها كطبقة اولى. فردت العجينة. طبعا بنحاول انها تكون متساوية بكل الاطراف، من النص ومن الاطراف. رح اوزع هلأ فوقها الحشوة، ونفس الشي الحشوة لازم تكون متساوية على الاطراف وبالوسط. هاي هون بعد ما وزعت الحشوة وصارت جاهزة. هلأ بدنا نبلش بالطبقة الثانية. عن الطبقة الثانية رح اخذ شوية قطع صغيرة وافردهم ما بين ايدي من فوق الحشوة، وهاي هيك بتصير الطبقة الثالثة. رح اكرر نفس الطريقة لحد ما اخلص كل كمية العجين ونسكر على الحشوة كلها. سكرته باخذ شوية من المي وببلش اسكر في الفتحات اللي ما بين القطعة والتانية. عندي هذا الملقط رح ازين فيه. طبعا ممكن تستخدموا الشوكة اللي مش موجود عندهم الملقط. رح زين كل الصدر، وبعدين رح اخبزه. اول شي بخبزه من تحت على درجة حرارة 180، بعدين بحمره من الوجه، بخبزه من الوجه. بس يبرد عندي بقطعه. هاي هون بورجيكم كيف الطبقات ما بين بعضهم طلعت كتير طيبة وكتير زاكية. بتمنى اذا عجبتكم لا تنسوني من دعمكم باللايك والشير والسبسكرايب، وضروري رجاء اللايك لانه بيرفع الفيديو. وشكرا لكم.